قبل ما نحكي القصة دي اسمع النصيحة دي كويس. مش كل الناس اللي بتبتسم في وشك نيتها خير. مش كل صداقة جديدة لازم تكتمل، وفي علاقات بدايتها طيبة لكن نهايتها بتكسر القلب. قصة النهاردة من محافظة أسيوط عن بنت بسيطة ومتفوقة كانت بتحلم بمستقبل مشرق، لكن الطيبة الزايدة وعدم الحذر كانوا السبب إنها تدفع الثمن بحياتها. في قرية صغيرة من قرى محافظة أسيوط كانت دعاء بنت من أسرة بسيطة عايشة مع أهلها 3 شباب في بيت واحد. كانوا بيشتغلوا مع أبوهم في أرض زراعية صغيرة، وكانت هي الوحيدة اللي كملت تعليمها. دعاء كانت متفوقة في دراستها، وكان حلمها تخلص الجامعة وتشتغل وتساعد أهلها. كانت بتسافر كل يوم من بلدها لجامعة أسيوط، وفي يوم وهي رايحة الجامعة ركبت الميكروباص وقعدت جنبها بنت شكلها محترم، لبسها عادي وكلامها مهذب، وبدأت تحكي معاها. البنت دي اسمها نهى، وبدأت العلاقة بينهم تكبر شوية بشوية، وبدأوا يتبادلوا أرقام التليفون ويتكلموا في التليفون كتير، ومرات يروحوا الجامعة سوا. ودي كانت بداية النهاية. أخو نهى اللي اسمه سعيد شاف دعاء وهي خارجة مع أخته مرة، ولاحظ الذهب اللي في إيديها والموبايل الغالي اللي معاها، وبدأ الشيطان يشتغل. قال في نفسه البنت دي شكلها معاها فلوس، طيب ليه ما خدش منها اللي أقدر عليه؟ ابتدت نهى تساعده من غير ما تحس. كانت تحكي له عن تفاصيل حياة دعاء، وإنها طيبة وبسيطة وكل أسرارها كانت بتنقلها من غير قصد. وفي يوم سعيد قال لأخته تقول لدعاء إن في حاجة مهمة لازم تساعدها فيها، وإن أختها تعبانة وبتنزف في البيت ومفيش حد معاها. دعاء بحسن نية صدقت وجريت معاها، لكن اللي حصل كان أبشع من الخيال. في مكان مهجور في أطراف القرية كان سعيد مستنيها، ولما وصلت شدها لجوه وهددها، ولما حاولت تقاوم ضربها وخنقها وقتلها في لحظة. خد الذهب اللي في إيديها والموبايل وساب جثتها مرمية في الترعة. عدت ساعات وأيام وأهلها بيصرخوا يدوروا عليها، لكن مفيش أثر، لحد ما واحد من الأهالي شاف جسم غريب في الترعة وبلغ الشرطة. وكانت الصدمة، الشرطة بدأت تحقق وسحبوا مكالمات دعاء، وبدأوا يوصلوا لآخر ناس اتكلمت معاها. ولما دوروا على نهى لقوها متوترة ومع الضغط اعترفت بكل حاجة، وسعيد اتحبس واعترف إنه هو اللي قتلها وباع الذهب وخد الفلوس. القضية اتشهرت جدا في أسيوط، والناس كلها كانت مصدومة إزاي الجريمة تطلع من واحد كان المفروض يكون راجل ويستر بنات الناس. المحكمة حكمت عليه